بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يتعادل مع البنك الأهلي في مباراة فلت فيها النادي الأهلي من هزيمة ثقيلة. عشان لما نقول لكم حاجة يا ريت تسمعوا الكلام. ادي اهو بنك الأهلي وقبل الاتحاد، فرق يعني مش مصنفة ان هي تنافس على البطولة وبتحرج النادي الاهلي. يعني النهاردة النادي الاهلي الشوط الاولاني 4 انفرادات مقابل انفراد لحسين الشحات، 4 انفرادات للبنك الاهلي مقابل انفراد. وده ليه؟ لان هو بيفتي في التشكيل، عامل نفسه ان هو علامة، عامل نفسه ان اي حد بيلعبوا بيكسبوا. الكلام ده لو انت مدي اللعيبه كلها الثقه. يعني انت النهارده جاي بعد قد ايه بتدي بيرسي تاو وعايزه النهارده ان يكسبك؟ بعد قد ايه النهارده؟ يعني لو ما كانش فيه وسام ابو علي انت مضطر تلعب بكهربا. ومن التلطيش كمان ان انت في اخر المباراه وانت في احتياج لقفشه، بتشد قفشه اللي هو قبل ما يخرج عامل لك ثرو باص وانفراد والراجل مضيعها وتقوم جاي شده. ده ايه العمى الحيس اللي انت فيه ده؟ انا معرفش انت ازاي واقف على الخط، ازاي واقف على الخط الكاتشن وعندك لعيب ما بتروحش للجون اللي عن طريقه. الشوط الاولاني الانفراد اللي هو راح بيه النادي الاهلي لحسين الشحات هو كان قفشه. واحدة تانية حطها لو كهربا في لياقته البدنية وكان بياخد وعنده الثقة كان داس وراح. دي واحدة تانية الشوط الأولاني اللي هو حطها بين الاتنين مساكين. ولكن طبعا عشان كهربا بقاله فترة ما بيلعبش والحساسية والسبرنت وكل الكلام ده ما قدرش ان هو يتخطى ويروح يجيب هدف للنادي الأهلي عشان اللياقة البدنية. نرجع مرجعنا تاني، حاطط تشكيل النهارده بيلعب ماشي. انت لعبت النهارده واحسن اختيار عملته بشوبير، ولو ما كانش شوبير النهارده كنت شلت 3 مع كل الاحترام للشناوي. الشناوي قاعد مش عشان ان هو المشاكل اللي هي حصلت ملناش دعوه بيها. يعني انتوا بقى ايه احرار، انتوا مع بعض كده احرار. معلش كل شويه هبص كده عشان ماتش الليفر والسيتي، طبعا ماتش ما يتسابش بس هنعمل ايه عشان حبايبنا اللي بيستنونا عشان الفيديو. ولكن انا قلت لك احسن اختيار شوبير، ولو شوبير النهارده ما كانش موجود كانت النتيجه اقل حاجه 2-0 مع كل الاحترام للشناوي. ده الحسنه الوحيده اللي انت عملتها النهارده يا عم كولر، لان اتظلم ومن فتره يا لهوي. ومن فتره انت قعدته في احسن حالاته، ولما راح المنتخب الشناوي لعبته، لما رجع لعبته تاني في النادي الاهلي. فده ما ينفعش بصراحه، ما ينفعش، ده ظلم. وعشان كده شوبير بيلعب بيتألق، كل ما يرجع يتألق ويحرجكم، يتألق ويحرجكم. المهم تعالى بقى ايه بقى خالد عبد الفتاح. حد يديني سبب ان خالد عبد الفتاح يلعب على عمر كمال؟ حد يديني سبب. واخد بالك؟ ماشي يحيى عطية الله، طب وخالد عبد الفتاح؟ تعالى 2 في نص الملعب، بيلعب مروان عطية وبيلعب واحد موهبة مصر، على رأي الراجل اللي هو ماسك منتخب مصر بيقول لك ده الموهبة الوحيدة اللي في مصر. ده ما بيعرفش يلعب يابا، ده قليل جدا. ده النهارده كان نص الملعب شوارع بسببه، لا باص ولا ترقيصة ولا قطع ولا تضييق مساحات ولا شوط على الجون ولا كروس ولا أي حاجة. وعشان كده لما خرج الشوط الثاني الى حد ما شكل النادي الاهلي اختلف. الشوط الثاني اختلف تماما يعني. عشان بس ما حد. وبعدين بتاخدوا منتخب بناء على ايه؟ اذا كان اهو المدرب بتاعه بيلعبه بيطلعه ومش هتشوف الفتره اللي جايه، تبقى تعالى تحفنا ان شاء الله في شهر 3 اللي جاي وتقوم جاي واخده معاك، الا اذا بقى لو كان كسر الدنيا. انما انا شايف بصراحه لعيب قليل جدا، ضعيف جدا، امكانياته الفنيه ضعيفه. ما يقعدش السوليه، ما يقعدش له. يعني كل مصر بتقول لك ايه، لا ده لعيب كويس وتكتيك. انا مش شايف فيه الكلام ده كله. وانا لما اشوف الكلام ده كله في لعيب يبقى لازم تعرفوا ان انا
وجهة نظري صح، والله ما اعرفه، لما بيكون كويس اقول كويس. المهم خبط الشوط الاولاني ولعب بيرسي تاو ولعب كهربا ولعب حسين الشحات اللي بقاله ماتشين دلوقتي مالوش اي تواجد، مالوش اي تواجد. اين اكرم عبد المجيد الراجل اللي كان شايل لك الماتش اللي فات، وقلنا من سبب من اسباب الحلاوه بتاعه الاداء، وقلنا حلاوه الاداء في الماتش اللي فات اللي هو الافريقي لما لعبوا في نص الملعب. فين اكرم؟ هتقول لي مجهد؟ ماشي. فين طاهر محمد طاهر؟ هتقول له مصاب؟ هو ماتشين وبعد كده يتصاب لي ماتشين ولا 3 ولا. المهم النادي الاهلي الشوط الاولاني بيشحت كوره، النادي الاهلي وحش جدا، خطوط بعيده عن بعضيها، فرقه البنك ماسكه كوره وبتلعب السهل الممتنع وبتروح باقل مجهود. يا انور دوت النهارده لو كان موفق النهارده كان جاب له 3 اجوان. يا انور النهارده يعني حظه السيء ان شوبير اللي وقف النهارده، لان خد منه 3 انفرادات وفي واحده الرابعه اللي مشيت من جنب العرض عشان خرج له صح، واخد بالك؟ فاعتقد ان كان هيبقى نجم المباراه يا انور ده، ولكن نجم المباراه من وجهه نظري انا شايف ان هو كان شوبير. نزل الشوط الثاني الاهلي ضغط الضغط اللي هو العادي اللي هو بقى يعني ايه جماهير وتمام التمام، وبس ما فيش خطوره على الجون غير في اخر المباراه بقى لما قفشه حط الكوره لكهربا، وكهربا حطها في بطن الحارس وطلع كورنر. واحده ثانيه بعديها دربكه. انا الدربكه والحاجات دي ما بحسبهاش فرصه، انا بالنسبه لي يعني الحاجات اللي هي بيبقى فيها عك في ال 18 دي ما بقتنعش ان دي فرصه، دي ايه، حط وخلاص وانت وحظك بقى، بختك يا ابو خيط. انما فرصه زي بتاعت حسين الشحات الانفراد اللي هي في الشوط الاولاني، الثانيه بتاعت كهربا اللي في الشوط الثاني اللي حطها ودي ضاعت بغرابه شديده، وكهربا حطها وحش، يعني المفروض يحطها في الحته الثانيه مش الاتجاه بتاع الحارس. هي دي الفرص زي بتاعت البنك. انما الحاجات اللي في ال 18 تتعلق وتنزل وتقعد تخبط وبتاع وحد يلطش، دي ما بعتبرهاش فرصه، دي بعتبرها ان هي بتبقى توفيق يعني. بس فالاهلي جاب جون طبعا لمسه يد واضحه، وطبعا الفار هنا بحييه بقول له يقظ كده الامور تمام. يعني ممكن لو الفتره اللي فاتت ايام الطبيخ والتطبيخ كان ممكن تحصل، ولكن الفار النهارده رجع محمد الحنفي وقال له ان في لمسه يد واتحسبت هاند بول على رامي ربيعه. هنا يعني في اخر الماتش في شويه حاجات حصلت كده، بس هنا هعيب على اللاين. في واحده اتعملت طويله، جريندو كان اوفسايد، بس الراجل اللي جاي من ورا ما كانش اوفسايد، اللي هو راح للكوره اللي هو اول ما الكوره اتقطعت قام اللاين رفع. ليه يا عم؟ ده اللي جاي ده واتقطعت الكوره ده مش هو اللي كان اوفسايد، كان جريندو. حتى كمان لما اتلعبت وراحت وضغطوا الاثنين ما بقتش خلاص في موقف تسلل يعني. المهم خلصنا القصه والاهلي تعادل. هنا بقى بقول ايه؟ ادي 2 بونت والماتش اللي فات 2 بونت، عشان لما اقول لكم مدرب قليل، مدرب ضعيف جدا لما يكون عنده سكواد زي ده كده ومش عارف يستغله ومش عارف يشغله ومش عارف يستفاد منه، تعرف ان على طول ان هو مدرب على باب الله. هنا بقى عايز اطلع من المباراه النهارده بحاجه والمباراه اللي فاتت. عايز بس الجماعه المحللين العباقره المحللين لما يطلعوا يقول لك لا ده السبب النهارده في الضياع ال2 بونت هو كولر بلعبه اللي اسمه احمد نبيل كوكا، بلعبه اللي اسمه بيرسي تاو، بتغييراته اللي هي الخاطئه في وقت من الاوقات. انت نفسك ومنى عينك ان قفشه يبقى موجود، لان قفشه لو هو خرج في الدقيقه 71 لو فضل شويه دولت اعتقد ان هو كان هيهدف، لانك انت ضاغط ومفيش هجمه عليك. طب ما تطلع مروان عطيه، وبعدين انت نزلت كريم الدبيس ليه؟ ما تسيب حسين الشحات، ما ده برضه حل من ضمن الحلول اللي ممكن يجيب لك جول. انت نزلت كريم الدبيس وطلعت يحيى عطيه الله قدام. ايه بقى اللي هيتعمل؟ ايه الجديد اللي اتعمل؟ لا شفنا كروسات ولا شفنا شوط ولا شفنا ترقيصات وجبهه الشمال اشتغلت زي النار، ما شفناش الكلام ده. يبقى انت بتعمل تغييرات بناء على ايه؟ انت بتعمل تغييرات وخلاص، انت مش شايف، انت واقف على الخط مش دريان بحاجه. ما تطلع هو مروان عطيه اللي يطلع ونزل الفيرود الثاني. انما كريم الدبيس ملوش في اي لازمه ان هو ينزل. ده انا يعني خسران 2 بونت عايز اكسب. نزل 2 رصاد حربه جوه في ال 18 يبقى اللعيب الناشئ الصغير دوت واللعيب الثاني اللي هو كهربا يبقوا 2 رصاد حربه، وعندك بقى يحيى عطيه الله من هنا وعمر كمال اللي انت نزلته في الاخر وسبت لنا الراجل الثاني 70 دقيقه يلعب ولا 75 دقيقه يلعب. فانا مش عارف انت فكرك ايه، والجماهير يقول لك ايه؟ لا اصل هو جاب لنا بطولات. اصل هو يا ابني مش هو اللي جاب البطولات، ده ربنا الاول ثم اللعيبه ثم استقرار النادي، يجي هو اخر حاجه. والله يجي اخر حاجه في البطولات، وبنقول الكلام ده ما حدش وهكررها. هو
ومدرب الزمالك ومدرب بيراميدز، والله العظيم جايين يقلبونا. على العموم الاهلي بيتعادل لتاني ماتش على التوالي في اسوأ مباراه له الشوط الاولاني، وكويس ان هو ما دخلش جول، لان لو كان دخل في جول في الشوط الاولاني ما كانش يعرف يعوض. فهو ده اللي احنا بنقول عليه بقى، ان ايه، مدربين على باب الله وجايين يقلبونا في الفلوس. وان شاء الله باذن الله يا رب، باذن الله عايزين نتفرج على مستوى. بنقول لك الدوري صعب والدوري قوي السنه دي، عشان بالذات الدور الاولاني، لان الفرق اللي هتلعب مع الاهلي والزمالك وبيراميدز هتموت نفسها عشان تخش من ضمن التسعه، عشان ما تخشش الملحق بتاع اللي هو الهبوط. ان شاء الله اشوفكم في فيديو بكره باذن الله. وهارد لك للبنك الاهلي النهارده، مش للنادي الاهلي، ان هو ضيع فوز كان سهل وكانت ممكن تبقى هزيمه تقيله، ولكن ده قدر ربنا وتوفيق ربنا، والتعادل احسن من الخساره بالنسبه للنادي الاهلي. السلام عليكم.